دلوقتي لو رحت تشتري موبايل في رينج من 10 ل 25 ألف جنيه هتحتار. الموبايل ده معالجه حلو بس التاني شكله أحلى، لا الكاميرات هنا أقوى، لا ده أحسن في البطارية، طب ده فيه شاحن وده لا، ده بيصور 4K وده بيهنج، دماغك هتتعب. أصلا هتلاقي 100 اختيار وكل واحد هيقول لك رأي مختلف، ده بيقول لك المعالج أهم، وده شايف الكاميرا رقم واحد، وده يهمه الشكل، وده عايز بطارية تعيش، وفي النص أنت تايه ومش عارف تختار. عشان كده في الفيديو ده أنا جاي أريحك، جاي أقول لك تختار إزاي وإيه الموبايلات اللي تستاهل كل جنيه في الفئة دي. بس قبل ما نبدأ ونخش في التفاصيل انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو، والأهم من كل ده إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ثواني بسيطة بس أجرك كبير عند ربنا. مش هطول عليك أكتر من كده، قول طول ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في وسط الزحمة التقنية اللي احنا عايشين فيها كل شركة بقت تنزل 3 أو 4 موبايلات في نفس الفئة كل شهر، وكلهم شكلهم حلو ومواصفاتهم قريبة من بعض، فطبيعي جدا انك تحتار مين الأقوى، مين الأحسن، مين اللي يستاهل فلوسك. الكل بيقول لك ده حلو بس مش كل الحلو ينفعك. ممكن تشتري موبايل وتبيعه بعد شهر وانت متضايق، لان ببساطة انت ما كنتش محدد انت عايزه ليه. وعشان كده اول خطوة حدد انت محتاج الموبايل في ايه، العاب، تصوير، بطارية، ولا كل ده. وكمان حدد الميزانية، انت معاك كام؟ لو لحد دلوقتي لسه ما عملتش كده وقف الفيديو ثواني واكتب على ورقة انا محتاج موبايل في كذا ومعايا كذا وارجع كمل. طيب دلوقتي انت حددت تمام، سواء بقى كنت جيمر عاوزه للالعاب او بتحب التصوير، او لو بتدور على بطارية تعيش، او لو عاوز بقى كوكتيل من كل ده ومضروب في الخلاط، يعني موبايل متكامل. ان شاء الله هتخرج من الفيديو ده وانت عارف هتشتري ايه. انا عارف ان الفيديو ممكن يكون طويل شوية بس صدقني والله ده عشانك انت، عشان تستفاد. اول حاجة هنبتدي بفئة من 10 ل 12 ألف جنيه، وهنا عندك 3 موبايلات: موتورولا موتو جي 75، فيفو في 40 لايت، ريدمي نوت 14 الفور جي. لو انت واحد عايز تليفون حمار العاب واداء وكمان كاميرات حلوه تصور بيها 4K فتروح للموتو جي 75. الموبايل جاي بمعالج جامد جدا، وهو معالج سناب دراجون 6 جيني 3 بتقنيه 4 نانومتر. ده معالج فئه متوسطه حديث هيشغل لك ببجي على 60 فريم من غير اي مشاكل، ومفيش سخونه ولا تهنيج، وهتحس بسلاسه في الاستخدام اليومي. التليفون بيحقق 620 الف نقطه على انتوتو، وبيجي ب 8 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه، وبتقدر تزود كمان بكارت ميموري، فالموضوع مرن جدا. كمان الموبايل جاي بشهاده اي بي 68 يعني ضد المياه والتراب، واخد شهاده عسكريه للتحمل. الشاشه هنا بحجم 6.78% بوصه، بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافه بيكسلات 383 بكسل لكل انش، وكمان السطوع 1000 شمعه، وطبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشه هنا مش اموليد، لكن ال LCD اللي هنا كويسه جدا في الالوان والسطوع، وهتديك تجربه محترمه في الاستخدام اليومي والالعاب. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل، ومعاها كاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل. الاداء بتاع الكاميرات هنا مش هيبهرك، بس في الفئه السعريه دي يعتبر جيد جدا. هتقدر تصور صور كويسه في الاضاءه القويه، والفيديو بيصور لحد 4K من الكاميرتين الاماميه والخلفيه. البطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 30 واط، كمان بيدعم الشحن اللاسلكي بقدره 15 واط. البطاريه دي هتكمل معاك يوم كامل، خصوصا مع المعالج الموفر للطاقه اللي هنا، والشحن مش الاسرع برضه بس مقبول جدا. التليفون فيه سماعات ستيريو بصوت عالي وواضح، وبيدعم كل المستشعرات زي الNFC والجيروسكوب والتسارع والتقارب والبوصله. والجميل بقى ان الجهاز جايب اندرويد 14 الخام. سعر الموبايل حوالي 11400 جنيه، وبصراحه لو عايز موبايل يتحمل باداء ثابت وكاميرات معقوله وسوفت وير نظيف فالموتوريلا جي 75 اختيار قوي. اعمل لايك واشتراك في القناه، خلاص داخلين على 5000 مشترك اهو. وتعال نشوف الجهاز اللي بعده. طيب انت دلوقتي معاك 10000 جنيه بالظبط، وعاوز شاشه اموليد عاديه وتليفون استخدام يومي عادي مش للالعاب ولا الكلام ده، يبقى هتروح للريدمي نوت 14 الفور جي. اعلى نسخه 12 جيجا رام و256 جيجا مساحه، عامله حوالي 10000 جنيه. او ممكن تروح للفيفو في 40 لايت الفور جي لو انت عندك مشاكل مع واجهه شاومي. وطبعا انا متكلم عن كل حاجه فيهم في الفيديوهات دي، هسيب لك الرابط بتاعهم في الوصف. طيب الفئه دي عرفنا ان احسن تليفون فيها هو الموتو جي 75. نروح للفئة التانية وهي من 12 ل 15 ألف جنيه. عندك هنا 4 موبايلات جامدين. أول واحد الجالاكسي اي 35، الشاشة سوبر أموليد 6.6 بوصة بجودة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، يعني ألوان حلوة وسطوع عالي تحت الشمس. كمان بيجي بمعالج اكزينوسوس 1380، مش أقوى حاجة بس بيشغل كل حاجة كويس، حتى الألعاب التقيلة على إعدادات متوسطة. يعني من الآخر هتاخد 60 فريم من غير تقطيع ولا تهنيج. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل بتطلع صور حلوة جدا في الإضاءة الكويسة، والكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، وبيصور فيديوهات بجودة ال 4K بالكاميرا الأمامية والخلفية. البطارية 5000 ملي أمبير وبتشحن بسرعة 25 واط، يعني هتكمل معاك اليوم مرتاح، بس سرعة الشحن مش أحسن حاجة.
كمان في مقاومة مياه IP67، وفي سماعات ستيريو بيدعم كل المستشعرات زي الNFC والجيروسكوب والتقارب والتسارع. تاني تليفون هو الهونر X9B لو لقيته. الشاشة أموليد بحجم 6.78% بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز بدقة فول اتش دي بلس، والأهم إنها ضد الكسر بمستوى رهيب اسمه الترا باونس انتي دروب، يا رب اكون نطقتها صح، ودي معناها امتصاص صدمات فائق ومضاد للسقوط. المعالج هنا هو السناب دراجون 6 جين 1، اداؤه محترم جدا وبيشغل العاب تقيله عادي، ويومك هيعدي بدون تهنيج او لاج. الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل، وفي كمان كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل. الصور التفاصيل بتبقى فيها جامده، لكن النايت مود مش افضل حاجه. الكاميرا الخلفيه بتقدر تصور بيها فيديو بجوده ال 4K، والاماميه اخرك 1080. البطاريه 5800 ملي امبير، وبتشحن بقوه 35 واط. بس للاسف السماعات هنا مونو مش ستيريو. تالت تليفون هو ريلمي بي 1 برو. الشاشه اموليد بحجم 6.7 بوصه، بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وصوته عالي فوق ال 950 شمعه. من الاخر الشاشه فخمه جدا في الفئه دي. المعالج هو السناب دراجون 6 جين 1، نفس المعالج اللي موجود في الهونر X9B. اداؤه ممتاز في الاستخدام والالعاب برضه. هتلعب هنا بابجي على 60 فريم من غير تهنيج او لاج. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل من سوني، ومعاها عدسه الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل، وتصويره كويس جدا في الاضاءه القويه، بس بالليل بيضعف شويه. بيصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بدقه ال 4K، والاماميه اخرك هنا 1080 برضه. البطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط، يعني حوالي ساعه الا ربع وتكون شحنت. السماعات هنا ستيريو وبدعم كل المستشعرات برضه. رابع تليفون هو الاوبو رينو 13 اف ال 4G. الشاشه اموليد 6.67% بوصه بدقه فول اتش دي بلس، وبتردد 120 هرتز، وسطوحها عالي جدا، والالوان تحفه كالعاده من اوبو. المعالج هنا مش اقوى حاجه، وهو الهيليو جي 100، معالج اقتصادي يشغل كل حاجه تمام، بس مش موجه للالعاب التقيله، يعني اداؤه كويس في الاستخدام العادي. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل بتدعم التظبيط البصري، ومعاها كاميرا زاويه واسعه 8 ميجا بكسل بتطلع صور مقبوله وكويسه، والكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل وبتطلع صور نظيفه. لكن للاسف مفيش تصوير 4K، اخرك هنا 1080 على الكاميرتين الاماميه والخلفيه. البطاريه 5800 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط. كمان بيدعم سماعات ستيريو مش مون، وبيدعم كل المستشعرات. كنت هضيف ليهم الفيفو في 50 لايت، بس لقيت مفيش الفرق الكبير اللي يخليك تدفع حوالي 3000 جنيه فرق بينه وبين الفيفو في 40 لايت. من الاخر الاربع موبايلات جامدين جدا. لو انت عاوز العاب يبقى ريلمي بي 1 برو، عايز قوه وتحمل روح للهونر، عاوز استخدام يومي عادي روح للاوبو، عاوز كوكتيل بقى من كل ده العاب واداء يومي وتصوير روح للسامسونج اي 35. ندخل بقى على الوحوش ونروح لفئة من 15 ل 20 ألف جنيه. أول موبايل هو ريلمي 14 ال 5G. الشاشة هنا أموليد حجمها 6.67% بوصة، بدقة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث عالي 120 هرتز، وكمان سطوحها بيوصل ل 2000 شمعة، يعني في الشمس هتشوف كل حاجة بوضوح. المعالج هنا هو أجمد حاجة، سناب دراجون 6 جين 4 بتقنية تصنيع 4 نانومتر. هيقدم لك أداء ثابت في الاستخدام اليومي، ومعقول جدا في الألعاب، يعني هتاخد منه 90 فريم مرتاح. الموبايل بيجي برام 12 جيجا وتخزين 256 جيجا، وكمان في نظام تبريد عشان الحرارة ما تعلاش وقت اللعب. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل، وبتدعم التظبيط البصري OIS، وده بيحسن الصور خاصة في التصوير الليلي. والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، أدائها كويس في الإضاءة الطبيعية ومقبول في الإضاءة الضعيفة، وبيصور فيديو بجودة ال 4K بالكاميرا الخلفية. والأمامية آخرك 1080. وبيني وبينكم هي مش أحسن كاميرا في الفئة. البطارية 6000 ملي أمبير، ودي من أكبر البطاريات في الفئة، هتكمل معاك اليوم بكل سهولة. وكمان في هنا شحن سريع بقدرة 45 واط، وفي ميزة اسمها باي باس تشارجنج بتخلي الموبايل ما يسخنش لو بتلعب وهو بيشحن. الموبايل جايب سماعات ستيريو وبيدعم معظم المستشعرات زي الNFC وباقي المستشعرات. تاني تليفون هو الجالاكسي اي 36. الموبايل جايب شاشة سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة، بدقة فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع بيوصل ل 1900 شمعة، لكن الفعلي 1200. ده معناه تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت الشمس، مع طبقة حماية من فيكتس بلس، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP67. جوه الموبايل بقى معالج سناب دراجون 6 جين 3 مع رام بتبدأ من 6 جيجا وتخزين لحد 256 جيجا. الأداء ممتاز في الاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة. الكاميرا الخلفية ثلاثية، الرئيسية 50 ميجا بكسل، وعدسة واسعة 8 ميجا بكسل، ومايكرو 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل. الصور بتطلع بجودة عالية في الإضاءة الجيدة، ومع دعم التظبيط البصري الفيديوهات بتكون ثابتة وواضحة، وبيصور فيديو بجودة ال 4K على كل الكاميرات، ودي حاجة ممتازة جدا.
البطارية 5000 ملي أمبير بتكمل معاك اليوم بكل سهولة، وبتدعم شحن سريع بقدرة 45 واط، يعني تقدر تشحنها بسرعة وترجع تستخدمها في وقت قليل. التليفون جايب سماعات ستيريو وبيدعم برضه معظم المستشعرات زي الNFC والشريحة الإلكترونية. تالت تليفون هو موتوريلا فيوجن 50. الموبايل جايب شاشة بي أوليد بحجم 6.7 بوصة وبدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع بيوصل ل 1600 شمعة. ده معناه تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت الشمس. الشاشة محمية كمان بطبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل الخامس. التصميم جامد جدا، ووزن التليفون خفيف 175 جرام وسمكه حوالي 7.8 مللي، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. المعالج هنا هو السناب دراجون 7 اس جين 2 مع رام 12 جيجا وتخزين 512. الأداء ممتاز في الاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة، وهتاخد منه لعب بدون تهنيج أو لاج. الموبايل بيشتغل بنظام أندرويد 14 مع واجهة قريبة من الأندرويد الخام. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل بمستشعر مونسوني، وبتدعم التثبيت البصري OIS، وفيها كمان عدسة واسعة 13 ميجا بكسل. والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل مناسبة للسيلفي والمكالمات الفيديو، وبيصور فيديو بجودة الفوركي على كل الكاميرات، ودي تعتبر أقوى كاميرا في الفئة. البطارية برضه 5000 ملي أمبير وبتدعم شحن سريع بقوة 68 واط، يعني تقدر تشحن البطارية من 0 ل 50% في 15 دقيقة. التليفون برضه بيجي بسماعات ستيريو وبيدعم كل المستشعرات زي الNFC، وكمان بيدعم الشريحة الإلكترونية اللي هي الACM. رابع تليفون هو هونر X9 لمحبي البطارية وقوة التحمل. الموبايل جايب شاشة أموليد بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1.5 كي ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع بيوصل ل 4000 شمعة، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65. المعالج هنا هو السناب دراجون 6 جين 1 مع رام 8 أو 12 جيجا وتخزين 256 جيجا. الأداء ممتاز في الاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة برضه، بس مش أحسن حاجة للألعاب. والكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل بتدعم التثبيت البصري، ومعاها عدسة واسعة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. الصور تفاصيلها بتكون كتير وبتكون كويسة جدا، وبيصور فيديو بجودة ال 4K بالكاميرا الخلفية، وبالكاميرا الأمامية آخرك 1080. البطارية هنا 6600 ملي أمبير بتكمل معاك اليوم بكل سهولة، وممكن توصل ليومين استخدام خفيف، وبتدعم شحن سريع بقوة 66 واط. التليفون جايب سماعات ستيريو عكس اخوه الصغير اللي هو الإكس 9 بي، وبيدعم كل المستشعرات برضه. نروح لاخر واحد في الفئه بقى، وهو الاوبو رينو 13 اف ال 5 جي. الموبايل جايب شاشه اموليد بحجم 6.67% بوصه وبدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع بيوصل ل 2100 شمعه، مع مقاومه للماء والغبار بمعيار IP69، ودي اعلى مقاومه مياه وغبار في العالم. المعالج هنا هو السناب دراجون 6 جين 1 مع رام 12 جيجا وتخزين 256 جيجا. الاداء ممتاز في الاستخدام اليومي والالعاب المتوسطه، والدنيا هتبقى تمام معاك مفيش اي مشاكل. والكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل ومعاها عدسه واسعه 8 ميجا بكسل وعدسه مايكرو 2 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل. الكاميرات هنا كويسه ومقبوله مش وحشه، وبيصور فيديو بجوده ال 4K بالكاميرا الخلفيه. وللاسف الكاميرا الاماميه 1080 بس ليه كده يا اوبو؟ البطاريه برضه هنا 5800 ملي امبير وبتدعم شحن سريع بقوه 45 واط، يعني بتشحن من 0 ل 44% في حوالي 30 دقيقه. وطبعا جايب سماعات ستيريو وبدعم معظم المستشعرات. طبعا انت تهت مني وما بقيتش عارف هتشتري ايه منهم. بص يا معلم، لو انت عايز تليفون حمار اداء وتحمل وبتصور كده على خفيف صور شخصيه عاديه، يبقى خليك في الريلمي 14. لو عاوز قوه تحمل بقى والتليفون بيتخبط منك كتير وفي نفس الوقت الاداء يبقى كويس، خليك في الهونر اكس 9 سي. طيب لو عايز كوكتيل بقى، اداء وكاميرا جامده وبطاريه وسرعه شحن كويسه، يبقى خليك في الموتوريلا فيوجن 50. طيب لو انت مقلق من قطع غيار موتوريلا والاكسسوارات، يبقى خليك في سامسونج اي 36. عندها كوكتيل كده من الاداء والكاميرا والبطاريه والسوفت وير المحترم. وطبعا قطع غيار سامسونج والاكسسوارات بتاعتها حدث ولا حرج، منتشره في كل العالم. اوبو بقى لاي حد عايز تليفون من اوبو يكون تحت ال 20000 جنيه. انا ما عنديش معاه مشاكل وعشان كده رشحته. هو مش اقواهم بس ممكن يكون اختيار لاي حد عايز المميزات اللي بيقدمها. دلوقتي بقى نروح على فئة من 20 ل 25 ألف جنيه، وهنا معاك 3 أجهزة جامدين والباقي كله فيستك. أول واحد هو البوكو اكس 7 برو. الشاشة أموليد بحجم 6.67% بوصة وبدقة 1.5 كي ومعدل تحديث 120 هرتز. الشاشة نظيفة وحلوة، هتديك تجربة لعب ومشاهدة ممتازة، وعليها طبقة حماية من جوريلا جلاس 7 اي. المعالج هنا هو الدايمنسي 8400 الترا، معالج جامد جدا بيشغل ببجي على 120 فريم. الرام 12 جيجا والمساحة 256 أو 512 جيجا، وده بيخلي الموبايل طيارة في التنقل بين التطبيقات والألعاب. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5 ومعاها تثبيت بصري، وفي كاميرا تانية للتصوير الواسع 8 ميجا بكسل.
والسيلفي 20 ميجا بكسل، وبيصور 4K على 60 فريم في الثانية بالكاميرا الخلفية، والكاميرا الأمامية آخرك 1080. بس الكاميرا هنا مش هي نقطة القوة، هي تنفع للتصوير العادي، بس لو انت مهتم بالتصوير قوي ففي تليفونات تانية أحسن. البطارية 6000 ملي أمبير ومعاها شحن سريع 90 واط، يعني حرفيا بطارية كبيرة وشحن سريع، وكمان مقاومة للمياه والأتربة بمعيار IP68، وبيجي بسماعات ستيريو مش مونو. الموبايل ده مناسب لمين؟ بص، لو انت همك الأساسي الأداء والجيمنج يبقى ده هو الموبايل اللي تجيبه وانت مغمض، بس لو انت مصور محترف او بتدور على افضل كاميرا في الفئة دي ففي اختيارات تانية احسن وارخص. تاني موبايل هو هونر 200. الشاشة هنا حكاية تانية خالص، شاشة أوليد منحنية بحجم 6.7 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، والسطوع بيوصل ل 4000 شمعة. المعالج هنا هو السناب دراجون 7 جين 3، والمعالج ده جديد وقوي جدا، بيشغل لك كل حاجة من غير تهنيج ولا سخونة. ببجي أو أي لعبة تاني هتشغلهم على أعلى إعدادات بدون أي مشاكل. والكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ومعها تثبيت بصري حقيقي، وعدسة تانية زوم 2 اكس بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة واسعة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل. يعني لو أنت من الناس اللي بتحب التصوير هتتبسط جدا بالموبايل ده. الصور تفاصيلها كتير والألوان مظبوطة والنايت مود كمان محترم جدا. بيصور فيديو بجودة ال 4K بس ب 30 فريم مش 60 فريم في كل الكاميرات. البطارية هنا جامدة جدا، بطارية 5200 ملي أمبير ومعاها شاحن 100 واط في العلبة، يعني بتشحن من 0 ل 100% في حوالي 25 دقيقة. تشرب كوباية شاي تلاقي شحن. الصوت ستوريو كويس جدا من حيث العلو والنقاء، بس للأسف مفيش مقاومة مياه بشهادة رسمية. مناسب لمين؟ بص، لو انت بتدور على موبايل فخم شكله غالي وشاشته تحفة وكاميراته محترمة وأداؤه ثابت ومضمون يبقى هونر 200 هيعجبك جدا. بس لو انت جيمر تقيل وعايز أقوى معالج أو بتحب يكون مقاوم للماء والغبار يبقى شوف حاجة تانية. تالت تليفون هو فيفو في 50. فيفو بتقدم لك شاشة أموليد منحنية بحجم 6.77% بوصة وبدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع بتصل ل 4500 شمعة. المعالج هنا هو السناب دراجون 7 جين 3 مع رام 12 جيجا وذاكرة داخلية 256 أو 512 جيجا، وده معناه إنك هتشغل أي حاجة بدون لاج من أول برامج التواصل لحد بابجي وفري فاير. مش أقوى معالج في فئته بس مستقر جدا ومش بيسخن، وده أهم حاجة. الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجا بكسل، وكاميرا للتصوير بزاوية واسعة 50 ميجا بكسل برضه، والكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل كمان. يعني لو أنت سيلفي فان دي واحدة من أحسن الكاميرات في النقطة دي. وتصوير الفيديو بجودة ال 4K من الكاميرتين بس بمعدل 30 فريم في الثانية. كمان التثبيت البصري OIS موجود. الصور بالليل كويسة جدا، بس معالجة الصور فيها لمسة تجميل واضحة من فيفو، فلو بتحب الصور الطبيعية أكتر ممكن تظبط الإعدادات أو تستخدم تطبيق كاميرا خارجي. البطارية هنا ضخمة 6000 ملي أمبير وشحن سريع 90 واط، وكمان بيدعم الشحن العكسي. التليفون بيجي بمقاومة مياه وغبار بشهادتين IP68 و IP69، ومفيش مدخل 3 و5 ملي، والصوت ستيريو مش مونو، وطبعا بيدعم كل المستشعرات. الموبايل ده مناسب لمين؟ بص، لو انت عايز موبايل فخم شاشته قوية وبطارية تعيش وكاميرا سيلفي جامدة فيفو في 50 هيعجبك جدا. ودلوقتي بعد ما سمعت الترشيحات دي كلها اكيد الصورة بقت واضحة عندك وعرفت ايه الموبايل اللي يناسب استخدامك وميزانيتك. عاوز العاب عندك اللي شغال لك 60 و90 و120 فريم كمان. عاوز تصوير عندك اللي بيصور 4K. عاوز بطارية موجود. عاوز شكل شيك موجود عندك كذا اختيار. بس ما تنساش الموبايل ملوش لازمة لو مش مناسب ليك انت، يعني قبل ما تشتري راجع نفسك وشوف انت بتستخدم الموبايل في ايه، وساعتها هتشتري وانت مرتاح، لا هتندم ولا هتبيع بعد شهر. اكتب لي في التعليقات اكتر موبايل عجبك وناوي تشتري ايه، واي حد عنده سؤال او محتار بين تليفونين اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. يا ريت بقى تدعم المحتوى بلايك وتشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر وغيرك يستفيد. كان معكم محمد من قناة البربري، وسلام.